او نعرفها عن طريق نصوص الاسره الخامسه. ولكن طبعا ما حصلش تطور في المقاطعات المصريه منذ الملك مينا، حتى يمكن العهد البطلمي يمكن حصل توسعات جغرافيه، لكن المسمى كان ثابت. فالتقسيم الاداري المصري القديم طبعا ما لا شك فيه ده موجود بنصوص، ان كنا بنتكلم عن الاسره الخامسه، لكن اكيد جذورها ده اكيد ممتده الى عصر الملك مينا وما قبل الملك مينا. فطبعا كان في تقسيم اداري بالمقاطعه، والمقاطعه على راسها كاهن، وطبعا الملك وهو الملك مينا، يعني حابين نقول اول ملك فعلي في مصر. ثم كمان انا باخذ من لوحه الملك نرمر حاجه مهمه قوي، ايه هي؟ هنجد انه خلف الملك يمشي بشخصيه ما مكتوب فوق راسه حرفين اثنين، وهي اقساط. واقساط معناها باللغه المصريه القديمه وزير. فاذا كان عندي ملك، عندي وزير، عندي شعب، عندي كاهن، فبالتالي ده تقسيم سياسي لأقدم دولة في التاريخ بلا منازع، وأقدم مملكة في التاريخ بلا منازع. هل كان هناك من يعترض على الفرعون أو على الملك في فترة من فترات التاريخ، مثلا نفس التاريخ مثلا هناك قامت ثورة أو هناك من اعترض على ملك أو على قرار للفرعون في فترة معينة من التاريخ المصري القديم؟ شوف حضرتك، كان في مقولة بقولها ويمكن بعض المرشدين بيستخدموها الآن، ان ودي يعني هو مجرد انه يعني سطر معين بيتقال لك ان السطر ده تحتيه تفكير عميق جدا. انا بقول ان جميع الفراعنة كانوا ملوك مصر، وليس كل ملوك مصر كانوا فراعنة. يعني تمام. لأن الفرعون مهما اختلفت المدارس ومهما اختلف الباحثين، فأنا مصمم على إنه لقب وليس اسما. طبعا بالنسبة للثورات، احنا ما نقدرش نقول إن حدثت فيه ثورات في مصر القديمة يمكن في عهد الملك بيبي، لكن دي بنحطها تحت حاجة معينة بالنسبة للناس اللي بيقولوا ان الملك بيبي الثاني ده كان فرعوني موسى او فرعوني خروج. دي لان في فترة حكم استمر بالظبط يعني 92 سنة وكده، فدي ما اقدرش اقول عليها ثورة حقيقية. لكن الثورة الحقيقية بمفهوم الثورة بتاعني النهاردة التي تعني النهاردة 2013، لا دي حصلت في عهد الملك رمسيس الثالث، ودي كانت ثورة العمال وفي مدينة طيبة الغربية. فمن قال ان الفراعين كانوا ظلمة؟ كان طالبهم ايه العمال او ليه؟ والله عايز الحقيقة عيش وتعديل اقتصادي، او بمعنى معيشة احسن. كما انا اطالب النهارده في 2013، ما اختلفتش انا واجدادي خالص، لكن هذه الثوره بالظبط ده بس هنشيل ده كلمه ديمقراطيه دي، حريه كانت موجوده، لان نقول فعلا ظهرت هنا الفوارق الطبقيه، وعشان كده بقول دي يمكن اول ثوره حقيقيه مذكوره في التاريخ وموثقه. امال ليه الناس فاهمه ان ما كانش في ايام الفراعنه حريه؟ دوله فرعون ما معنى الحريه؟ لا، ما احنا لو قدرنا نعرف الحريه نقدر نجاوب ما معنى الحريه، يعني ايه ناس بتقول؟ لا، التاريخ ما فيش حاجه بتقول، التاريخ له ثوابت، والثوابت لها نصوص. فاذا قال المصري القديم هذا مصر، فانا هصدق المصري القديم ومش هصدق اي مدرسه ثانيه، لان مش مصلحته انه يكذب. مظبوط يا فندم. طيب الاستاذ فتحي المهدي، على نفس الصعيد، هل يعني قام المسلمين القدماء بثوره؟ انت شايف ان ثوره 25 يناير حققت مطالبها او جزء من مطالبها؟ خلينا بقى في 2013 مع حضرتك راجل تربوي وراجل تعليمي وصحفي. ثوره 25 يناير كانت مطلوبه، لان الثوره فعلا جت في الوقت المناسب، وجت علشان خاطر المصريين ينعموا بحياه كريمه عزيزه وتتصلح احوالهم، يعني الثوره تقود البلاد للتقدم والازدهار ورفاهيه. ولو ما كانش فعلا لها مطالب ما كانش اجتمع الناس كلهم على الثوره، لان كل المسؤولين في كل اتجاه اجتمعوا على ان فعلا لازم يكون في بلدنا تغيير. مصر جميله، مصر حلوه، مصر محتاجه الافضل. المصريين محتاجين حياه افضل، محتاجين ان بلدهم ينعموا فيها بالخير وبالحب وبالحريه وبالحياه الراغده وبالديمقراطيه وبكل وسائل العيش الكريم. وبالتالي قامت الثوره بقى حققت اهدافها او لم تحقق اهدافها. انا اعتقد ان الثوره لا زالت الى الان في حاله ميلاد، يعني ما زالت في حاله ميلادها. الثوره الفرنسيه قعدت قرابه 17 عام لما حققت
مطالبها. احنا دلوقتي في العام الثالث ما كملناش الثالث، وبالتالي هي محتاجة وقتها علشان يطلع افرازاتها، وبالتالي انا واثق 100% مهما يحدث من اختلافات والمشاكل في الرؤى وفي الاساليب، الا ان في النهاية ارادة المصريين هتنجح وهتحقق الثورة فعلا كل مطالبها. وان شاء الله انا بتوقع الخير، لان انا على الفيسبوك بتاعي كاتب بكرة احلى من النهاردة. انا بقى مصر على ان بكرة باذن الله يا استاذ مصطفى هيبقى احلى من النهارده، وان الخير جاي، ولكن احنا في مرحله مخاض، بس للاسف يا دكتورنا مخاض عسير شويه. لكن ان شاء الله المخاض ده هيدينا مولود في النهايه رائع جدا، هو مصر الحره، مصر المستقره، مصر الواعده، مصر المزدهره، مصر اللي فيها احنا كلنا بننعم بالحريه ونتنفس ديمقراطيه وحياه راغده وحياه سعيده ونعيش فيها احنا واولادنا، ونتباهى ونفتخر بان احنا مصريين ان شاء الله باذن الله. بكره احلى ونحلم احلى واجمل وافضل كتير. طيب استاذ احمد، عايز اسال حضرتك ان المصري القديم بمناسبه الحريه بقى والجمال اللي احنا عايشينه دلوقتي والكلام الجميل اللي قاله الاستاذ فتحي من شويه، المصري القديم بالامكانيات البسيطه اللي هي اقل امكانيات في عصر البائس، ازاي استطاع ان يصنع هذه الحضاره ويبهر هذا العالم بهذه الحضاره التاريخية الجميلة والرائعة من أهرامات وتحنيط وكيمياء وعلم وطب، ازاي بهذه الامكانيات اللي اقدر اقول ضحله يعني في عصر بدائي؟ لا ما نقدرش نقول انها ضحله، لكن انا عندي يكون هناك اجهزه ولم تكن هناك امكانيات متاحه في العصر الحالي، ولم يكن هناك وسائل رفع وهكذا. والله انا فكرت في الموضوع ده كتير حقيقه، يعني ما بلاقيش اجابه سريعه الا انه حب تراب هذه الارض الله حقيقه، لان ده في ناس كتيره بتفلسفه في التاريخ، وانا يعني بلا غرور اعتبر نفسي قارئ للتاريخ. الناس يقول لك العبوديه، ومنذ متى صنعت العبوديه حضاره؟ انا عايز في اي حضاره مهما كانت تحت اي مسمى من المسميات، منذ متى او كيف تصنع العبوديه حضاره؟ استحاله يطلع الحاجه علشان كده كويس بالظبط. عشان كده قلت انت ليه دايما بتلزموا الفراعين وتقولوا الفرعون ده جبار واوتاد وبيتحط على خوازيق؟ كل دي كلام، لان انت مفسر مش عارف بتقول ايه، لان انت ماشي على تخلف معين بتاع ناس برؤى غير صائبه على الاطلاق. فكيف لهذا العبد ان يصنع بناء معجزه مثل الهرم الكبير؟ مسميه الهرم الكبير مش او الاكبر كمان، واخد بالك؟ ده هرم معجزه، يعني فن البناء بتاعه، الحب اللي عامل كان بيبني هذا البناء، المقبره، المعبد. يعني النهارده ما تقنعنيش ان عبد ممكن يعمل معبد زي معبد الكرنك. فالاختصار شديد طبعا عشان المواطن العادي بدل ما ندخله في متاهات يعني او صعوبه الحضاره المصريه القديمه بجمالها، لا هو حب تراب هذا الوطن. يعني ده بالتاكيد يصنع، نقدر نقول ان الحريه تصنع الابداع، لان العقل المصري لا يستهان به، اقوى من مليون اله تجلى في حرب اكتوبر. اسرائيل تملك الاله وتملك التكنولوجيا الحديثه، والمصري يملك الإرادة. تتفوق الإرادة على الآلة، فإرادة المصري هي صناعة الأهرامات، رغم أن أنا مش أثري لكن مصري. إرادة المصري صنعت الأهرامات، صنعت المعجزات، صنعت الأشياء اللي بينبهر العالم أمامها الآن وبيفتح بقه إعجابا يعني ودهشه من ان في عصور الظلام اللي بيقولوا عليها الدارك ايجز، ايام بريطانيا واوروبا ما كانت عايشه في الظلام، ايام ما كانوا يتصوروا الاوروبيين ان الارض عباره عن حجر ضخم موضوع على قرن طير ضخم، واذا تحرك حدثت الزلازل والبراكين. يصنع المصري البيوت والقصور والحضاره والعربات، ويصنع الاشياء التي تبهر العالم. دي عبقريه مصريه مش عبوديه. عايز اضيف برضه الحته دي بقى، يعني استاذ فتحي برضه يعني جاب حته جميله جدا. احنا عندنا عصر اضمحلال اول وثاني، وهو ذكر كلمه الاضمحلال النهارده. لما تيجي تقرا اوراق العصر الاضمحلال ده، سواء ايبوير او نفر رهو او غيرهم، تشوف بكاء هذا الانسان على ما يحدث في ارض بلده. انت لو قريتها باللغه العربيه النهارده هتبكي.
حقيقي يعني. وبعدين الصورة ثاني طبعا مكتوب بالمصري دايما، او لا خليها المصري القديم. مكتوب بالمصري القديم طبعا، بس حبه لهذا لهذه البلد، الاحداث اللي بتجرى فيه. يعني لما تيجي تقرا ورقه زي دي تقول مصر دي مش هتقوم تاني، لكن قامت. يبقى هي هنا الاراده زي ما فتحي قال، اراده المصري دي تدرس الحقيقه في ضعفه وفي قوته. هو المصري معروف يعني منذ القدم هو عاشق لتراب هذا الوطن، ولكن احيانا بتحدث عمليه شوشره زي ما انا كنت بتكلم في اول نعم، بتحصل عمليه شوشره وعمليه تغييب او عمليه انا عايز اغيبه عن الواقع، ودي بتكون تدخلات اجنبيه زي ما حصل في لا، وممكن تكون تدخلات داخليه كمان. ليه كل حاجه احط اخطائي على شماعه الاجنبي؟ معدنه نفيس بالظبط، احيانا يعلوه الصدى. فقط انك انت تمحو الصدى يبدا الدرر ويبدا الذهب ويبدا الياقوت في المرجان اللي اساسا اصل المصري. المعدن نفيس، اصل المصري نفيس. ولكن في برضه في الفتره الاخيره كده ظهر هوس في المصريين وهو تنقيب عن الاوضاع المصريه، وظهرت حاجات غريبه. يمكن حضرتك لو ممكن تكون وصلتك رسائل مش عارف يا محمد يا اخويا انا لقيت اكيد في المكان الفلاني، وبعدين الناس تتصل تقول له ده انا كنت باعتها لابن اختي ومش عارف ايه، فتروح الناس تحصل عمليات نصب من هذا القبيل. وبعدين تلاقي برضه في نفس الموضوع تلاقي ظهرت برضه في الفتره الاخيره عمليه تقليد مبهره للاثار المصريه. ازاي الناس دي يعني تقدر تقلد الاثار المصريه بالشكل ده؟ ايه اللي وصلنا للمرحله دي ان احنا نستهتر باثارنا ونوصل لمرحله ان احنا نبيع تاريخنا ونبيع تراثنا؟ الحقيقه برضه انا ارجع اقول ان رئيس الهيئه الاسبق او السابق اللي هو اصبح وزير والوزاره اتعملت ليه الدكتور زاهي حواس طلع لنا بتقليع على الحقيقه، وهي انشاء المدارس الفنيه المصريه. ده حاجه من الاثنين، انت عايز تعمل سوق عكاز جديد وبعدين بتقلد حضارتي ليه؟ سؤال يعني. النهارده طبعا في ناس وصلوا لحرفيه شديده جدا في صناعه التماثيل، بس ثقه تاكد يا استاذ مصطفى مهما يكن هذا الصانع الحديث معه كفاءات الدنيا عشان يطلع تمثال مستر او اصلي جنب التمثال القديم، لا مستحيل. ليه؟ لانه صنع هذا التمثال اولا مش دارس حاجه اسمها العقيده المصريه القديمه، مش دارس حاجه اسمها الطراز الفني المصري القديم ومدارس الفن المصري القديم. خصائص الفن في هذه خصائص بقى هنرجع هنا لخصائص الحجر اللي بيشتغل عليه. مظبوط. الفتره الزمنيه للحجر في حروف معينه انت اول ما بتشوفها كده حتى لو انت مش دارس اثار تقول الحرف ده مصري او مش مصري. لكن تجاره الاثار هنا انا عايز المجتمع المصري يعني يطمن لحاجه معينه، نرقب على الاثار زي ما انت عايز. دي ما فيهاش خطوره، يعني انا كمصري ممكن نحلها انا وانت، لكن الخطوره هنا في تهريب الاثار. عشان كده دايما المجتمع اللي يتكلم على الاثار بياخدها بالمفهوم الشامل. سرقه الاثار لا يا حبيبي، هي مرحلتين، في مرحله تنقيب وفي مرحله تهريب. مرحله التنقيب ممكن اي مواطن يعملها، لكن في مرحله التهريب مش اي مواطن يعملها. فدي طبعا مواضيع فيها كتير واسماء ممكن تيجي كتير. المشكله عندي هنا في كيفيه تهريب الاثر وليس في استخراج الاثر. استخراج الاثر يا اخي واحد عنده قطعه ارض بيحفر لقى كنز ربنا بعته له، انا كدوله بحافظ على المواطن بتاعي، بحافظ على تاريخي حتى لا يهدر، ممكن اساوي هذا الامر معاه. العمليه مش عمليه قبض يلا وسجن ومحكمه والكلام ده، بدليل لما الدكتور زاهي حواس حب يطلع قانون الاعدام في الاثار، احنا كاثريين وقفنا ضده وليس المواطن المصري العادي. هل احنا تجار اثار؟ حاشا لله. هل احنا منقبين الاثار؟ حاشا لله. لكن ازاي انا عندي حته ارض بالصدفه البحته ربنا اعطاني كنز اديله اعدام؟ لكن انا كدوله ممكن احافظ على هذا الاثر وهو موجود عند هذا المواطن وحراضي هذا المواطن وهعرض الاثر بتاعي، وممكن اعمل معبد مفتوح في كل قريه في مصر. لكن هي العمليه من له الاراده، دي ده استاذ فتحي، الاراده هي التي تعمل هنا. معدن مصر هنا بيظهر في كيفيه الحلول مش عمل المشاكل. لكن النهايه استاذ احمد، هيئه الاثار بشوف حالات كده بتضايقني انا نفسيا وانا راجل اثري. بتشوف احيانا حالات تعدي رهيبه جدا على المناطق الاثريه، يعني ممكن تحصل تعدي بالزراعه او تعدي بالوضع ده لو بالبناء،
تمام. يعني اعتقد ان يد الهيئه على مناطقها الاثريه ما هيش بالقوه لا انا مش عايز اظلم، لا مش عايز اظلم الهيئه لوحديها، مش عايز اظلم الشرطه لوحديها، واخد بالك، مش عايز اظلم حتى رئيس الوزراء لوحده، لان هي منظومه واراده مشتركه. هذا الانسان تعدى ليه على احل لنا الموقف ده؟ لماذا تعدى على هذه الارض؟ واخد بالك، دي نقطه مهمه جدا. انا اعرف المكان ده مساحته الطبيعيه 300 فدان. نعم. بعد 5 سنين وصل بقى 20 فدان. 300 فدان اثري، تخيل يعني كميه مقابر تحت 300 فدان دول في منطقه في محافظه البحيره. بالظبط. وغير البحيره، وغير البحيره محافظات كتير جدا، يعني الشرقيه، الصعيد، كل دي مناطق بتبقى مناطق اثريه وتحتها تلاقي من الاثار. شوف، والاثر بتتحول للناس بتبدا تدخل فيها والهيئه. ما لو انت داخل فيها وضع يد، احنا عايز اقول لازم اعمل قانون مشدد وممكن نصل للاعدام. شوف، احنا ما بنتكلمش على تنقيبه، احنا بنتكلم على تعدي على ارض الدوله. بالظبط. خلاص. خلي بالك ده بتعدي على اثار الدوله، مش ارض دوله بس، يعني لا، ما ارض وفيها اثار يعني. لكن انت الارض دي بتقول انها ارض تحتيها اثار، ونظرة التكنولوجيا الحديثه طبعا يعني تقدر تقول لي الارض دي فيها خيارات ايه. وانا برضه عايز اقول برضه في واحد دكتور، وانا ليا معزه خاصه عنده، الدكتور عبد الفتاح البنا، استاذ الترميم في كليه اثار جامعه القاهره، عامل مسح اثري الكتروني ايتها الدوله. لو انت درستي هذا المسح الاثري اللي عامله والتخطيط الاثري للبحث عن الاثر والمحافظه على الاثر، استحاله حد هيتعدى على هذه الارض. اللي هيتعدى هنا اعدام. انت مش بتسرقني انا، انت بتسرق دوله بالكامل، تراث. لا ما نعرفش الارض تحتيها فيها ايه كتاريخ. انت بتتعدى على الارض عشان تعملها زراعه، تعملها بيت، تعملها حظيره، علشان ايه؟ فاذا الدوله هنا لابد انها تفكر، الهيئه لابد انها تفكر، الشرطه لابد انها تفكر كشرطه السياحه والاثار. فدي منظومه، اساتذه الجامعات تحط رايهم. ما دي نفس المشكله بتاعت المرور عندي. المرور عندي في القاهره حاطين العبء كله على رجل المرور واداره المرور، مع ان لا، دي لازم يخش فيها اساتذه الهندسه، اساتذه الطرق، التخطيط العمراني الجديد. المواطن بقى عشان سوري بقى في اللفظ بدل على التلفزيون يحترم نفسه شويه.